وين هن اهل المغرب يا جماعه؟ وين اهل المغرب يا جماعه؟ تعالوا شوفوا الاحصائيات. اشرف حكيمي الليله يفوز بدوري ابطال، مش بس بصير معه 3 دوري ابطال اوروبا وبيكون هو اللاعب الوحيد عبر التاريخ كعربي يا جماعه، بيصبح اول لاعب عبر التاريخ بافريقيا معه 19 دوري ابطال. يا ساتر على الفخر يا جماعه، يا ساتر على الفخر. اليوم اشرف حكيمي يحقق دوري ابطال، يصبح معه 3 كاول لاعب عربي عبر التاريخ. 3 تخيل، 3 من لاعب عربي. يلي بعده في رياض محرز، في محمد صلاح، كلهم واحد، بس اشرف حكيمي بيصبح معه هاتريك دوري ابطال وبيكون هو اللاعب العربي والافريقي الاكثر عبر تاريخ افريقيا. محمد صلاح 11 بطوله، رياض محرز 17 بطوله، اشرف حكيمي هلا حاليا معه 18 بحال حقق الليله، يصير معه 19، بتجاوز صمويل ايتو يا جماعه، بتجاوز الفخر يا جماعه. الفخر المغربي. وين اهل المغرب؟ اهل المغرب وين اخوانك؟ اطلع. أشرف حكيمي خدع العالم الكل في هذه اللقطة. كيفاه؟ ركز معايا. هوني حكيمي كان يغزر على الجهة اليمين متاع الحارس. ركز معايا، ركز على البوزيسيون متاع بدنه، داير على اليمين. الحارس بيدو في مخه 100% حكيمي مش يشوت على اليمين، لكن حكيمي غير الاتجاه ولعب له على اليسار. صدقني انا وخدعني مش الحارس. كيف عملتها يا حكيمي؟ لا لا لا، كيف تشوف في الباريس سان جيرمان عطيته الكابيتانا والمغرب عطيته الكابيتانا، تفهم كونه هذا اللي وصلوا حكيمي ماهوش من فراغ. عمليه كيف اخذها افضل لاعب في افريقيا ماهوش من فراغ. هذا حكيمي والله ما شاء الله عليه، لاعب ذكي. تقول لي ركله جزاء واي واحد يقدر يسجلها. هاو نونو مينديس ضيعها ولا؟ فما لعيبه تضيع، ميسي يضيع بلانتي، مبابي يضيع بلانتي. يعني حكيمي بصفه عامه وجوده ضروري. ان شاء الله نتمنى في كاس العالم انه ضربات الجزاء يلعبها كان حكيمي. وتوا كتبونا في التعليقات رايكم في اداء حكيمي اليوم في الفاينل، ومره اخرى نفكروا كونه حكيمي عاد الرقم ايتو في اكثر اللاعيبه اللي عندهم دوري ابطال اوروبا. وبهذا ظهر لي الصداع اللي كان صاير متاع افضل لاعب في افريقيا ظهر لي وفي ظهر لي وفي. وعاش تسمعوا لا محمد صلاح لا غيره. حاليا ورايا الشخصي حكيمي افضل لاعب في افريقيا. وليكم الراي في التعليقات. السلام عليكم. شاولان تاني دار ليك دو شامبيون. بن عمي، وشوف كيسلم عليها ومعنقها. شوف اليوم غادي يرقدها حداه. بالعمي بصحته اخويا، يستاهل ما شاء الله. اشرف حكيمي دار ليك دو شامبيون مع ريال مدريد، وزادها العام اللي فات مع باريس سان جيرمان، وزادها هذا العام مع باريس سان جيرمان. خوت يستاهل خوت بصحته. شوف اخويا كراه يشوف فيها ويسلم عليها. شوف قلع قلبي. شوف كراه يدير لها. شوف بصح اليوم خوتي اداء خرافي. باريس سان جيرمان اليوم لعبوا ماتش واعر. ميم ارسنال خوتي ها لي ماتش، هذا هما لي ماتش خوتي. عطونا رايكم خوتي في لي كومونتير، والسلام عليكم، ونتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. ألف مليون تريليون مبروك لأشرف حكيمي، التتويج بدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي. أنا مش عارف إذا في أفريقي غير أشرف حكيمي متوج بدوري أبطال أوروبا مرتين ورا بعض، فما راح أفتي وأقول معلومة مش مؤكدة، ولكن أنا أعتقد أنه هو أول أفريقي يقوم بهذا الإنجاز. لقبين متتاليين. لأنه الوحيد اللي عمل هذا الحكي بالعصر الحديث كان ريال مدريد، وريال مدريد ما أعتقد أنه كان عنده لاعب أفريقي إلا ب 2018 كان حكيمي، ولكن 2017 ما أعتقد أنه حكيمي كان موجود. فألف مبروك لأشرف حكيمي، بادئ ذي بدء. ثانيا هارد لك لجماهير أرسنال، لأنه بصراحة مباراة كانت مثالية من أرتيتا، مثالية. أغلق كل المساحات على باريس سان جيرمان بشوطين المباراة الأول والثاني. وكنت عارف كثير منيح أنه حتى مع إغلاق المساحات اللاعب الوحيد اللي ممكن يلاقي فرصة أنه يشكل خطورة كفاراتسخيليا، وكفاراتسخيليا هو اللي جاب ركلة الجزاء. فباريس عنده حلول متنوعة، ورغم ذلك عانى بشدة أمام أرسنال. تبديلات أرتيتا كانت تبديلات مثالية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. إدخال جوكيرس كان هدفه أنه يحاول يدخل بالتحامات هوائية مع مدافعي بي اس جي، يحاول يكون لاعب محطة، لأنه كاي هافرتز كان سيء بهذا الدور،
ولكن للاسف الجوكيرس لما يستلم الكره عنده مشكله كبيره. يعني الجوكيرس لحد ما يستلم الكره اموره تمام، بس يستلم الكره بصير اسوء لاعب بالعالم. فتبديلات ارسنال عموما كانت تبديلات منطقيه جدا. دخول مارتينيلي بدل تروسارد كان بمكانه 100%. تبديل موسكيرا وادخال تمبر اغلق تماما الجهه اليسرى على بي اس جي، وخروج كفاراتسخيليا اثر طبعا، ولكن دخول تمبر اعطى خطوره حتى هجوميه لارسنال. لما دخل جابرييل بالنسبه لي كان مان اوف ذا ماتش، مان اوف ذا ماتش بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، هو وجواو نيفيس من بي اس جي. بالمقابل بي اس جي امن بحظوظه، قاتل حتى النهايه، حاول يسجل بشتى الطرق، كل فريق لعب على امكانياته. ارسنال ما عنده جوده هجوميه، فاضطر انه يعتمد على الكرات العرضيه كالعاده اللي هي سلاحه القوي لحتى يسجل منه، ما نجح. بي اس جي حاول يلعب على التحولات السريعه عن طريق اجنحته السريعه، كمان ما نجح. كفاراتسخيليا اهدر فرصه وباركولا اهدر فرصه، وبالتالي ما نجح بي اس جي بانه يسجل. راحت المباراه لركلات الترجيح، جابرييل اهدر ركله الترجيح، وفينا نقول انه مات واقفا مثل ما حدث مع روبرتو باجيو بال 94، لانه هذا لقب ارسنال مستنيه من زمان، لقب دوري ابطال اوروبا الاول قريب جدا. فانك تهدر ركله بهذه الطريقه وتسدد الركله بهذا السوء، وانت نجم الفريق هذا الموسم، اسطوره الفريق، اللاعب اللي مقدم اداء كبير، هذا امر ما بعرف اذا رح يغفروا له جماهير ارسنال، وهو ما رح يغفر لنفسه. فرح يحتاج وقت لحتى يطلع من هاي القصه، مثل ما باجو احتاج وقت ليطلع من كاس عالم 94. هارد لك لجماهير ارسنال، مبروك لبي اس جي، فاز الفريق الافضل طبعا، اللي عنده الجوده الافضل، اللي عنده المدرب الافضل، وبالتاكيد بي اس جي منظومه عظيمه جدا وتستحق هذا التتويج. بقيادة أشرف حكيمي باريس سان جيرمان بيحقق دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج للمرة الثانية على التوالي. رقم تاريخي لنادي باريس سان جيرمان ما تحققش قبل كده طبعا بقيادة أشرف حكيمي. إن شاء الله البطولة دي يكون ليها دور كبير جدا في ترشيح حكيمي لألقاب فردية عديدة. ده اللي احنا بنتمناه، انه حكيمي يرشح تاني لافضل لاعب في افريقيا وافضل لاعب في العالم. نتمنى له باذن الله ان شاء الله كل التوفيق، لانه حكيمي شخصيه رائعه ولاعب قائد ولاعب رائع. وفي شائعات كتير بتطلع ضده بتحاول انها تضرب استقراره يعني، ولكن ان شاء الله بالتوفيق لحكيمي. والبطوله دي مع بقى ان شاء الله اداء المنتخب المغربي ان شاء الله باذن الله يكون اداء جيد جدا في كاس العالم القادم، يكون ده ليه دور كبير جدا في ترشيح حكيمي وتتويجه بالقاب فرديه عديده. احنا بنتمنى له طبعا مع ناديه التتويج بالقاب جماعيه وفرديه، ومع منتخب المغرب كمان نتمنى له التتويج بالقاب جماعيه وفرديه ان شاء الله بالتوفيق حكيمي. ومبروك حكيمي، انا مش مشجع لنادي باريس سان جيرمان بس بتفرج عليه عشان ابن المغرب أشرف حكيمي. وكيف مشوا الاخوان تنظموا التعليقات ديال الجماهير على التتويج ديال اشرف حكيمي بشامبيونز ليغ، حتى نتوما خليونا الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش لايك وكومونتير الاشتراك باش ديما يوصلكم الجديد، وتحياتي لكم.